هلا 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 بأهل اليوتيوب الغاليين. وحشتوني النهارده بقى كده فيديو جديد. بكمل لكم باقي الفيديوهات يا جماعة بتاعت مطروح. احنا قعدنا كام يوم في مطروح، فربنا يخلي لنا يا رب الناس اللي هم سبب في طلعتنا المطروح. ربنا يخليهم ويبارك فيهم يا رب كده ويفرحهم زي ما بيفرحونا. ربنا يفرح قلوبهم يا رب جميعا. عايزه اقول لكم بقى، هنا حبيت اكتب كده اسمي و حبه شغل كده، حبه حركات كده، حبه دلع. هنا بقى يعني قلت بقى الملك ايه صوريني كده، وانا حابه هي بقى كتبت اسمها وانا كتبت اسمي كده. بحب قوي الكتابه على الرمل كده، حلو يعني، بحب كده قوي. هنا بقى ملوكة كانت قاعده كده على الرمله، حبيت برضه اصورها. بصوا في مقاطع كده بتبقى حلوه، بتبقى ذكريات حلوه، فتحب ان انت تصورها وتبقى ذكرى حلوه على القناه. صباح الفل والياسمين والعنبر. النهارده بقى كده اول يوم في البحر. رايحين بقى كلنا، انا وبناتي وماما وجوز اختي واختي، كلنا رايحين. ف يلا بينا بقى معانا كده نشوف يومنا هيمشي ازاي. وصباحكم كله خير ورزق وبركه ان شاء الله. يلا بينا. مالك سوسو؟ سوسو يا قلب خالتي بيبو. والله قصير. ايوه. انت عايز اعمل كده. هنا بقى الناس حبيبة قلبي، ده بقى المايو الجديد بتاعها جابته السنة دي. بصراحة حبيت كده اصورها كده ريماس عايزة اقول لكم بنوتة جميلة وهادية وكيوت، طالعة لمامتها طبعا. ماما صباح الورد والفل يا ماما ياسمين. طيبة بقى، ربنا يخليها لي يا رب. احنا بنوتة في الدنيا. مش على كده. ما وصلتوش الباب للولاد. هو جاي خلاص. روح الصور مع تيتا. بس قاعد ماسك اللعب ساسا تيتا عايزاه. روح الصور مع تيتا. مش راجل معاه بقى. هي مالك دي؟ اه بس هنا بصوا بقى، عايزه اقول لكم البحر وجماله مش قادره اقول لكم والله. مهما اوصف لكم جمال مطروح غير لما تكونوا فيها بجد. البحر روعه. الشاطئ ده اسمه شاطئ زمردة، شاطئ زمردة الأبيض. حاجه كده قمر بجد والله، حاجه حلوه جدا. وعايزه اقول لكم في ايام كانت الدنيا بتبقى هاديه خالص يعني. مش مثلا اكتر ايام بيبقى فيها زحمه قوي الجمعه والحد. وطبعا بصوا احنا عشان في شهر 8 كمان هتلاقوا دايما زحمه يعني. بس الصبح بدري تلاقوا ان الدنيا بتبقى هاديه، بتبقى لسه احنا كمان احنا من عاداتنا بنحب نروحوا البحر بدري، يعني الساعه 7 الصبح كده نروحوا البحر. هنا طبعا بقى انا وبناتي واختي صغيره حبيبه كلنا بقى كده. بصوا كمان من احلى الحاجات اللي في البحر ان انتوا تروحوا مجموعه كده مع بعض، يعني انتي بقى واخواتك. يعني انتوا حد ايه يعني بتحبوا تروحوا معاه في اماكن وكده، فاهمين قصدي؟ بس فانا بصراحة كان وهي مكة بقى طبعا انتوا عارفينها. غنية عن التعريف وملك وريماس اهيت. بجد المية روعة بجد والله، عايزين تنزلوا فيها ما تطلعوش. يعني عارفين، عايزة اقول لكم في اسكندرية نادرا لو نزلت المية، لكن بصراحة في مطروح بجد المية تحفة بجد. بصوا روعة بجد، مش محتاجة ان انا اتكلم كتير، يعني هي بتتكلم عن نفسها. مطروح جميلة وبس. اوحش حاجة في مطروح يا جماعة
ان المية هناك مية مالحة، يعني المية اللي في الحنفيات هناك اللي في الشقق بتاعة المصايف مية مالحة طعمها استغفر الله العظيم. انتوا اخركم تستحموا بيها بس، لكن هي ما تتشربش، يعني تجيبوا مية معدنية، تعملوا حسابكم ان انتوا تبقوا جايبين مية معدنية تشربوها، لان المية هناك صعب. بس اللي عرفناه بقى بعد كده ان من الراجل اللي كان بيوصلنا البحر ان هو في ناس، ان في بيوت، ان هو عنده مثلا المكان اللي هو ساكن فيه، لا هو هم المية بتاعتهم مية اسكندرية، هم بيقولوا عليها مية اسكندرية، مية حلوة يعني. لكن الشقق المصايف هي بتبقى المية بتاعتها مالحة. طبعا هنا بصوا كنا كلنا في المية، انا وجوز اختي والبنات كلنا. هنا بقى الراجل بتاع غزل البنات جه. عايزه اقول لكم البنات بناتي وانا كمان بحبها على فكره. هي اللي هي بتبقى سكر وبتتعمل في المكنه كده، وتبقى عامله زي الشعر، تبقى حلوه جدا. جبت بقى للبنات كلها كده كلهم صلصه قلب خالته وماما طبعا. عايزه اقول لكم ماما جبت الجردل الاحمر الصغنون دوت، وبقيت اكبلها ميه كده على جسمها، عشان ماما ما تقدرش تنزل الميه. قعدتها كده على الكرسي وانا كان اساسي ان انا اسافر مطروح لازم اخد امي معايا. ليه؟ عايزاها تتبسط، عايزاها تغير جو. آه، امي دي نور عينيا يا جماعه، امي دي اغلى حاجه في حياتي حرفيا، بامانه والله. لو ربنا بيرضيني اعرفه عشان امي راضيه عليا الحمد لله. هنا بقى ايه، كتبت كده اهل اليوتيوب. كان نفسي تبقى واضحه اكتر من كده بس يلا معلش. آه، انا بحب اليوتيوب جدا، وبحب الناس المحترمة اللي فيه، الناس الذوق، الناس اللي بتتكلم باسلوب شيك كده، وناس محترمة كده وذوق. آه، ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب كده، ودايما جنبي معايا. شكرا لكل الناس اللي انضمت جديدة في القناة، وشكرا للناس اللي معايا من زمان. شكرا لكم كلكم بجد، وشكرا لكل حد بيقول في حقنا كلمة حلوة واحنا مش موجودين، او قدامنا او من ورانا. بجد شكرا ليكم كلكم بجد. انتوا فارقين كتير في حياتي بجد. ربنا يديمكم احلى نعمة في حياتي، ودايما كده جنبي ومعايا يا رب. ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات تانية كتير برضو باذن الله. هنزل لكم فيديو تاني برضو في البحر. عايزه اقول لكم انا عملت كذا فيديو يعني، فان شاء الله يعني شويه كده وهنزل لكم فيديو تاني برضو ان شاء الله يعجبكم، واتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله، واشوفكم في فيديو